السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الفيديو تاع اليوم فيديو صيفي بامتياز. جبت لكم هاد التحليه المنعشه بالاناناس وجوز الهند. كما تعرفوا هاد الزوج يتماشوا تخي بيان مع بعضهم. انا ماذا بيا تجربوهم باش تعرفوا البنه اللي نحكي لكم عليها. رافقتهم اكيد مع جو تاع بينا كولادا. درت لكم يعني زوج وصفات عندهم نفس المكونات، يعني نفس لا باز، ماشي المكونات باسكو لي فيغين عندهم مكونات واحده اخرين، مي لا باز تاعهم نواه كوكو بالاناناس. زينتهم تزيين سامبل كما راكم تشوفوا. جو البنه ما عندي ما نحكي لكم، سختو في هاد الايامات اللي راهم سخونين بزاف. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. راح نسبقوا نخدموا لي فيغين ومن بعد نروحوا نديروا العصير مع بعض. اول حاجه راح نخدموها هي موز الاناناس. نحتاج فيها 4 قطع تاع الاناناس ما يعادل 150 غرام. هاي لي كما راكم تشاهدوا، انا حسبتها لكم بالحبه 4 حبات، وراح نضيف لهم 50 غرام تاع نفس الجو اللي يجي فيه. راني حنعاود نرجعوا باش تشوفوا نفس هذاك الماء اللي يجي مع الاناناس. عندي صفار بيضاء، عندي 50 غرام تاع السكر، عندي 35 غرام تاع النشاء الذره اللي هي المايزينا، عندي 150 غرام تاع الحليب و150 غرام تاع لا كريم فريش تكون للخفق، وعندي 25 غرام تاع المارغرين او الزبده اكيد، وعندي لا فاني. تقدروا ديروا لا غوس دو فاني كما درت انا باش تحصلوا على هذوك النقاطي، ولا ديروا لا فاني بودر ولا ليكيد. كما راكم تشوفوا حكمت البغا ميكسور، ميكسيت بيان هذاك الاناناس به بالماء تاعو باش نتحصل على هذيك العصير داك شغل. واش راح ندير؟ بارد في بارد راح نخلط الحليب، هذاك الجو اللي خدمناه تاع الاناناس بقطع الاناناس، مايزينا وسكر وصفار البيض، هادو كامل نخلطهم مع بعض. راح نخدمو كي شغل كريم باتيسير بذوق الاناناس. فوالا بعد مره ما نعقدوها راح نديرو اكيد الفانيليا. قلت لكم سواء لا فاني بودر ولا ليكيد ولا لا غوس دو فاني. اللي حبت تحصل على هذوك النقاطي اللي جاوني انا في لاموس، انا ما نكذبش عليكم نحبهم بزاف يعجبوني في لا كريم باتيسير، ولا دير لا غوس دو فاني تتباع بارتو عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، كاين حتى لي سوبيرات اللي يبيعوها. و سينو ديروا قلت لكم لا فاني نورمال. ومن بعد ديك المره ما تعقد نروحو نضيفوا لها هذيك الزبده او المارغرين. هنا راح نريكوبيري غير لي غران، على خاطر ماشي حنخدم كريم انجليز راح نعقدها. هذه كريم باتيسير راح ديرونجيني لا غوس دو فاني لو كان نديرها لداخل، تما راح نريكوبيري غير هذوك البودر اللي داخل. نحطها على النار تعقد لي، نحط فوقها الزبده، نخلط تري بيان باش تذوب لي الزبده داخل وتعطيني قوام شباب. ومن بعد نغطيها بكيس بلاستيكي شفاف ونخليها تبرد تماما حتى نحصلوا على القوام يعني يكون حاكم روحه، على خاطر فيها النشاء. نحكم البغا ميكسور نميكسيها بيان كما راكم تشوفوا حتى نحصل على قوام ليس كما راح تشاهدوا. هنا راح نطلع لا كريم فريش اللي قلنا 150 غرام تاع لا كريم فريش تكون للخفق. نطلعوها بصح ما نطلعوهاش حتى تولي بيان فيرم، يعني شويه تطلع ضعف الحجم تاعها تحسوها خفيفه سي بون، ماشي ليكيد. دوك تشوفوا القوام يعني تشوفوا باللي لي طراس تاع الباطيغ راهم يبانوا. نتوقفوا نخلطهم مع بعض. راح نضيف مع الاول شويه من هذيك لا موس تاع الاناناس، لا كريم هي جوسكا ميتون ماهيش موس. كي نخلطوا يعني كي نخلطوا كريم باتيسير مع لا كريم فريش بهذه الطريقه، يعني من الفوق للتحت، رانا نديروا لها في الهواء هنا يعني راح تولي موس. مازال انا راح نزيد ندير لها اضافه واحده اخرى اللي ما راحش نتوقفوا عند لا كريم فريش. هنا خففت شويه هذيك لا كريم باتيسير تاعنا بذوق الاناناس، خففتها بلا كريم فريش. راح ندير العكس ونخلطهم من الفوق للتحت حتى يمتزجوا هاد المكونين، يعني هاد لي دو بريباراسيون ماشي مكونين. المكون اللي رانا حنضيفوه هو هذا ممزوج تاع نواه كوكو بزاف بنين. هذا راح يعطيها واحد الخفه لا كريم تاعي اللي راني نحوس عليها. كما تعرفوا لي فيغين ماذا بينا يكونوا شويه خفاف، ما يكونوش بزاف شايدين روحهم باش ما يجوش ناشفين.
الوغ حبيت نخففهم هذا ماشي للاشهار ولا والو، جست جست راح يعطيكم بنه هايله في هاد التحليه. هاد التحليه بزاف بنينه، ماذا بيا يعني تجربوها. راهي جاهزه لاكريم تاعنا. دوكا عندي قطع تاع الاناناس قطعتهم صغار، وراح نضيف لهم هذه فرويور تاع اناناس. تقدروا ما ديروش الاناناس باسكو ديجا فيها القطع كما راكم تشاهدوا، مي انا من الناس اللي نحب الاناناس بزاف، تما كترت يعني ماذا بيا نحسلو بيان كي نكون ناكل. الوغ زدت لها شويه تاع الاناناس وزيد يعطيها انتعاش وينقص لها شويه من الحلاوه. برا تاع الاناناس راح دير لكم يعني كامل الوصفه، وراح تخدم لكم 6 ليفيغين. شوفوا البنات، هنا عندي الليت كوكو اللي هو حليب جوز الهند ويتباع، انا شريته من عند زكي امبالاج. راح نضيفوه مع الحليب العادي. هنا الحليب بارد، شوفوا سوات لي بودوار تغمسوهم في الشربات، ولا ديروا كيما درت انا، ندتهم في الحليب جات بزاف بنينه وخلط لها ليت كوكو. ما عندي ما نحكي لكم. اللي ما تواجدش عندها ليت كوكو تحكم الحليب تغليه شويه مع نواه كوكو، بعد تعاود تخليه يبرد، بعد تصفيه من هذاك نواه كوكو ودير، يعني لا حرج. لا كونتيتي تاع النواه كوكو اللي تغلوها مع الحليب ما تهمش، باسكو علاش راح نحوه هذاك النواه كوكو، راح نصفوه جوست باش نتحصلوا على الكو تاع نواه كوكو في الحليب، على خاطر زاد لها بزاف الكو تاع لي بودوار. انا استعملت هاد لي فيغين، نتوما ديروا واش متواجد عندكم. راح نغمسوها في هذاك الحليب مع حليب جوز الهند ونديروها كقاعده من تحت. نديروا الكريمه، راح نديروا طبقه من اللي بودوار مع طبقه من الكريمه مع طبقه من لا بيوري فروي ذوق الاناناس بالاناناس، نزيدوا طبقه اخرى من لا كريم اللي خدمناها كيف كيف تاع الاناناس، ونختموها مع الاخر بحبه تاع الاناناس. دوك نوريكم انا قطعت كل حبه اناناس على 2 بالعرض. شوفوا لي اللون، انا ننصحكم تخدموا بهذه فرويار ديجا، غير هما اللي عندهم جو اناناس. لي مارك الاخرين عندهم تروبيكال، يعني يجي فيها الفواكه الاستوائيه كامله، مي هذه فيها غير الاناناس. شوفوا لي داك اللون الاصفر الجميل، ما شاء الله انا عجبني بالبزاف. بوغطون ما عنديش اضاءه يعني شابه في الكوزينه، مع اني عندي معمره لي سبوت، مي تجي شويه مظلامه مانيش عارفه علاش. ليسيو بيان السطح تاع هذاك تاع لي فيغين تاعنا. انا شوفوا صبرت لها شويه، دخلت لها الثلاجه، زدت حكمت روحها بيان لا كريم، باش من بعدها راح ديكوريتها بالاناناس. قلت لكم الاناناس كوبيت كل وحده بالعرض بالموس، يعني شوفوا الموس يكون قاطع، قطعوها بالعرض باش تولي لي ترونش تاعكم يوليو رقاق ماشي بزاف خشان. منها لي زيكونومي كما نقولوا، ومنها باش ميم كي تكون رقيقه خير ما تكون خشينه، تكون ثقيله على طبقه تاع لا كريم، فهمتوني. راح نحط قطع. انا معليش راني دايرت لكم غير 4 لهنا باسكو عندي غير 4 من هذا النوع تاع لي فيغين، مي درت زوج واحد اخرين يعني بنوع اخر من يعني كيسان واحد اخرين. انا باش نعطي لها لون حطيت لها في الوسط سيريز، يعني عمرت هذاك الفراغ باش نعطيها لون، وثاني تجي يعني مكان مناسب. سواء ديروا حبه فراس ولا حبه كرز، كما تعرفوا دوكا راهو موسم الكرز، تقدروا ديروا حبه يعني ورقه نعناع عذرا. ولي فيغين تاعنا راهم جاهزين امامكم. شوفوا لي لا كريم هذيك شحال تشهي وشحال هايله. مباشره راح ننتقلوا للوصفه الثانيه اللي هي البينا كولادا. عندي 4 حبات كيف كيف هنا راح نديرو 2 كيسان كبار. 4 حبات تاع الاناناس بالماء تاعهم شويه. اللي ما تواجدش عندها دير بطاطا هكا بتي سويس مع باطا هكا تاع ممزوج هذا تاع نواه كوكو، راح يجي نفس النتيجه صدقوني باسكو انا جربته. هذا اختياري، هذا اللي يخدموا به المطاعم. هاوليك السيرو تاع بينا كولادا راح يعطيكم ذوق رائع، ذوق الاناناس ونواه كوكو. نحتاج ملعقه صغيره تاع لافاني ليكيد،
ونحتاجو لي كلاصون، هذا واش نحتاجو في العصير تاعنا. قلت لك انا قلت لكم هاد العفسه تاع البتي سويس اللي يديروها داخل البيناكولادا يديروها حتى المطاعم، قالوا لي يعني لي كلاصون بيان سور لازم يكونوا في لي جو، سينو الجو تاعكم يجي ماشي بنين، كي يكون سخون ما يجيش بنين، العصائر كاع ما يجوش بنين كي يكونوا سخونين. الحليب تاع جوز الهند اللي ما عندهاش قلت لكم واش دير. بصح شنو الا درتو هذاك الباطا تاع بتي سويس وممزوج، زيدوا حوالي فنجان تاع الحليب العادي باش تخففوا الخليط تاعكم. انا عطيتكم البديل تاع حليب جوز الهند باش ما تقولوليش مكونات ما نقدروا لهمش، ولا باطا بتي سويس وباطا هذاك تاع ممزوج وراكم فارينها، وشويه تاع الحليب ديروا معاه الاناناس ورحوه، راح تحصلوا على واحد الكو ما عندي ما نحكي لكم. وديروا اكيد لي كلاصون باش يعطونا انتعاش في الوصفه، والوصفه تاعنا راهي جاهزه امامكم. بالنسبه للناس اللي قالوا لي ما نحبوش حنا نوات كوكو، هاد الجو لاباس تاعو نوات كوكو، يعني الا كنتو حابين نزيد لكم انواع اخرى من العصائر قولوا لي برك في لي كومونتير. قدرت نعطيكم بديل حليب جوز الهند باسكو واقيلا غالي شويه، مي باش نقول لكم انه تقدروا تستغناو عليه، ما تقدروش تستغناو عليه باسكو قلت لكم هذه هي الوصفه تجي بنوات كوكو وتجي بالاناناس. بالنسبه لهاد لي بيك شريتهم من عند زكي امبالا، شوفوا شحال شابين تاع الورده هذوما. والوصفه تاعنا راهي جاهزه امامكم كما شفتوا، درنا هاد الجو ودرنا هاد لي فيغين الشابين. اذا عجبوكم الوصفات تاع اليوم ما تنساوش تدخلوا لي جام، واللي ماشي مشتركه في القناه تشترك وتفعل الجرس. نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.